الفكره لما اعمل عرض يكون خاص بيا وحاجه مثلا زي عيد ميلاد القناه، لازم يبقى قوي. لازم يبقى قوي في نفس الوقت الحاجه بتغلى، فلازم يعني الموضوع يتحسب كويس يعني. فانا فكرت ان انا اجيب مثلا فاتوره ما تكونش عاليه قوي، 600 700 جنيه مثلا، و... ونعمل مثلا منها 10 عروض، ونسمي مثلا العرض دلع نفسك. دلع نفسك لان الدلع جاي دلوقتي بمناسبه مثلا عيد ميلاد القناه 13/5، قناتنا على اليوتيوب يعني. نطلع الفاتوره زي ما طلعت بمبلغها، ونتفاوض مثلا مع اللي هيطلب العرض، نعمله مثلا 10 لان الموضوع هيبقى كبير شويه. التفاوض مثلا هيبقى ازاي؟ نقول له طب يا سيدي انت خدت العرض بالرقم ده مثلا 700 800 جنيه 600 جنيه ايا كان، يعني لما نيجي نصور. بس في حاجتين هتحكمني، يعني في ناس كتير قوي جت المحل الفتره اللي فاتت لما عرفت ان السونار الالماني قرب يخلص. فالحاجه اللي هتحكمني ان مفيش كميه تغطي كميه كبيره. يعني السونار اللي بقى عندي ممكن 10 11 12 عرض بالكتير. وفي نفس الوقت القيمه اللي انا هحطها على كل عرض مش هعرف اكتر قوي. دي حاجه دعم مننا كده، والحاجه غاليه. فزي ما قلت لك كده، هنطلع العرض مثلا بالمبلغ اللي احنا هنشرحه للناس، ونقول له مثلا اللي عايز العرض اختار لك حاجتين ايا كان سعرهم، ايا كان لو حاجتين حتى ب 1000 جنيه ايا كان، وشوف انت عايز تدفع في الحاجتين دول كام. انت خدت بالك من الفكره؟ يعني الفاتوره اهيت ب 10 قروش، وهنعرض محتوياتها وكده، ونقول له يا عم ال 10 قروش دول هتختار لك حاجتين ايا كان، مانشستر، دايوه رد، دايوه صاروخ، مكنه معينه، اي حاجه انت شايفها عندي في المحل، وشوف يا عم هتدفع فيهم كام. طب يا عم ما تقول هدفع فيهم كام وبتاع، ما انا ممكن اختار حاجتين ب 1000 جنيه واقول لك 200 جنيه. يا عم قول 150، قول 100 جنيه وانا حشتك، وانا تفاوض انا وانت على الواتس. ان كنت حبيبي قوي نظبط لك الدنيا، لسه جديد معانا نروق عليك كده. هتبقى فيها جزء من المداعبه وبتاع. وطبعا رسائل واتس بدل ما كانت بتخلص في يوم، هتخلص في اسبوع، لانه عرض مش واضح، يعتبر عرض مش واضح. هيقول لي ماشي انا هاخد العرض بال10 قروش، المحتويات اللي انت طلعتها 1 2 3 8 10 قروش، اوكي. هختار انا بقى كذا وكذا، حاجتين بقى يعودين يا مكانتين يعودوا مكانه. وطبعا اللي هختار في البراندات، ده فرصه. وهديك فيهم يا عم فوزي كذا وكذا. دي بقى طبعا هتفطسك على نفسك من الضحك، اللي هتخليك تستغرب. وهكذا. انا شايفها فكره حلوه. في نفس الوقت الناس هتدلع نفسها في اختيار الحاجه، وهتسمع ارقام غريبه. يعني ممكن حد يختار لك حاجه ب 1000 جنيه، ب 1100، ب 900، ب 800، ويقول لك هدفع لك رقم بسيط. مش هنزعل حد، ده عيد ميلاد الواحه، ومش هنكتر عدد العروض. 10 كفايه، لان لو كل واحد مثلا دفع 10% من قيمه الحاجتين اللي هياخدهم، يعني ممكن في ال10 عروض ندخل لنا في 10000 جنيه. فانا شايف ان كده حلو قوي يعني، عشان خاطر عيد ميلاد الواحد. بس ده يا سيدي العرض اللي كنت عايز اكلمك فيه، وان شاء الله نحاول نصوره النهارده يعني. انا كان نفسي اعمل 50 عرض منه، بس يعني كل واحد على قد استطاعته يعني. عيد ميلاد الواحة مطلع 10 عروض. العرض اسمه دلع نفسك، هتدلع نفسك براحتك خالص زي ما انت فهمت كده في اول الفيديو. محتويات العرض هقول لك دلوقتي، وهقول لك سعرها، وبعد كده هصور لك كل اللي في المعرض. تختار حاجتين وتقول لي يا فوزي انا عايز عرض دلع نفسك، وهدفع ثمن العرض وهزود عليه كذا، وهاخد دي ودي. اظن هي واضحه خالصه. وبعيد تاني، محتويات العرض هقولها لك، واقول لك سعرها واجماليه. حلو الكلام. بعد كده هصور لك المحل، هتقول لي انا عايز العرض، وهاخد مع العرض ب 10 قروش، وهحط كمان قرش او قرشين، وهاخد دي ودي. الناس اللي تتعشم براحتها، بس ما تجيش عليا. يعني لما تيجي تتعشم بالراحه. يعني هوريك براندات، هوريك حاجات عاليه جدا بدماغك. يعني انا العرض اسمه دلع نفسك، ولازم الاسم يبقى على مسمى، خلاص، عشان عيد ميلاد القناه، عيد ميلاد قناه واحد الصيادين على اليوتيوب. العرض ركز بقى، احنا دخلنا في الجد اهو بقى. العرض اول بند العود الصب اللي ضد الكسر، حرفيا حرفيا. نشوفه ونرجع تاني. اشتغل لي في ان شاء الله تبيع الكرسي.
جايب الاكشن اللي فوق ده؟ اه. هو نصيبه بقى. كنت عم بقول لك شايف دي؟ اه. اضعف حته في حوض الصب. فانا كنت في الاول ماسك كده عشان الصياد اللي فاهم يعرف ان انا مأمن العود. فدلوقتي انا هشيل كده. تمن العود 225 جنيه. تمام. نحط لك علابه. احنا برضو حاولنا نخلي العرض مستريح عشان خاطر الكل، مش يعني العشرة دول اللي كان دايما مثلا منهم بيقول عايزين عرض مرتاح وبتاع وفيه برندات، هم يكونوا اولى وهم يكونوا ايه العرض مناسب بالنسبه لهم، وفي نفس الوقت ياخدوا حاجات برندات عليه. يبقى عود صب ب 225. تاني بند علابه 25 جنيه. تالت حاجه 4 تطقم الكاوتشه بتاع الفيلا الحره. الواحد الطقم ب5، الاربعه ب20. خلاص. بعد كده 8 كيس سمار الماني، الكيس فيه 50 يعني 400 سن. نشوفهم سريعا بمقطع فيديو بقول فيه برضه 400 سن، كان في عرض تاني بس عشان افكركم بيه ونرجع. قرب قوي ادلع الناس عارفينه بس عشان الناس الجديده. تعالى بقى ما اقول كلمه كده. اول كلمه اوجهها لواحد والله ما انا قايل. السنار الالماني ليك 400 سن من مقاس 1 ل 8، يعني 50 سن كده. احنا عاملين العبوات 50 من كل مقاس، يعني 8 اكياس، يعني اجمالهم 400 ب 400 جنيه. السن بجنيه يبقى 400 جنيه. ما تقلقش اقول لك العرض تاني وتالت ورابع عشان تطلع من الفيديو عارف كل حاجه. يبقى رابع حاجه 8 كيس سنار الماني شكل المقاسات اللي انت عايزها واحنا نشكل لك اللي انت عايزه. بعد كده ال 400 سن ب 400 جنيه. بعد كده 4 خيط مستورد ما بين الباور فوكس والاجوانا. ما تشتري الاجوانا من بره، اسم الاجوانا ده بيبقى بارز عن الكرتونه، دي الاجوانا الاصلي. الشغل المستورد والبن. خلاص. في حاجات فيها ب 35 وحاجات ب 25، بنمشي كله ب 25، يعني الاربعه ب 100 جنيه. اجمالي عود صب، علابه 4 فيلا، طقم فيلا حره، 400 سن الماني، 4 خيط، اجماليهم 770 جنيه. هنقول 800، هناخد منك ال 30 جنيه، هنقول 800 عشان يبقى الرقم مقفول. خلاص. هتتعوض ما تقلقش على ال 30 جنيه، ما انت هتعوض دلوقتي. اجماليهم كام؟ 800 جنيه. العرض بكام بقى اللي انا شرحته واللي انت شفته بعينك؟ 800 جنيه. حلوه قوي. هاخد بقى الكاميرا اوريك الحاجات اللي في المعرض، هتقول لي انا هختار دي ودي وهدفع فوق ال 800 جنيه كذا، ونناهد انا وانت على الواتس. سهله وبسيطه اهو. العرض اللي انت شفته ثمنه 800 جنيه. خلاص انت اشتريت العرض ب 800 جنيه. خلاص الموضوع انتهى، اشتريته ب 800 جنيه. هصور لك دلوقتي المعرض. بعد ما تشوف وتحدد انت عايز ايه هتقول لي انا عايز دي وعايز دي وهدفع فوق ال 800 كذا، ونناهد انا وانت على الواتس. خلاص. تواصل واتس على 0100. ازيك يا محمد؟ على 0100 73 80 187، او على الارضي فون على الارضي 048 20 3 88 66. عنواني شنوفه شبين الكوم، شنوفه طريق شبين منوف، مركز شبين الكوم، محافظه المنوفيه. بنشحن لاي مكان. الدفع بيبقى فودافون كاش، وثمن الشحن بتدفعه عند الاستلام 50 جنيه لاي محافظه ما عدا الصعيد والبحر الاحمر، يعني المحافظات البعيده بتزيد عن الرقم ده بتاع 20 15 في الحدود دي، بتدفعها للمندوب اللي هيجيب لك الحاجه. انما ثمن الاوردر بيندفع فودافون كاش او بتزورنا في المعرض.
العرض بكام؟ 800 جنيه. هتختار حاجه من اللي انت هتشوفهم دلوقتي، تقول لي يا فوزي انا عايز عرض دلع نفسك وهحط عليهم كذا وكذا، ليك حاجتين بس، حاجتين ما تكترش. اختار كذا وكذا وهحط على ال 800 جنيه القرشين دول، وما تجيش عليا رجاء. خلاص 10 عروض بس يا جماعه، ده استطاعتي. الاولويه طبعا للناس اللي شحنت مني قبل كده، ولو عرفت ازود 2 فوق ال10 3، يعني لو حد حبيب قوي كنت ناسيه وبتاع، من عينيا الاثنين. السلام عليكم. الشيمانو، والله يا جماعه انا ما عارف اصور ايه ولا ايه. يعني انا هدقق على البراندات والحاجات اللي كربون، كعب وفرنيه معدن وبتاع، المصدف البانكس، شامبليون، الشيمانو التعبان، الثعبان مش التعبان، الثعبان. تمام. لوكسات الكربون، شغل القفله الطويله بتاع الكاستنج، الفيفا ال7 متر، الدايوا الرد، كينج ستار، الهانتر، لوكسات المعادن ال3 متر وال63. استر يا رب، استر يا رب. الدايوا الصاروخ، مانشستر الاتحاد الاوروبي، اللوكسات 3 متر و63. والله انا عارف، والله انا عارف، والله انا عارف. منور يا حاج محمد المكن. الله ينور. ايه الرصه الجميله دي يعني؟ انا مش هشكر في حاجه معينه يا اخوانا عشان وقت الفيديو، واللي عارف شغل فوزي او اشتغل معايا قبل كده يقول لي هات لي مكنه تشتغل كذا ومكنه على مزاجك. في خدمتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.